السلام عليكم. لما تسمعوا مني كلام اتأكدوا إنه كلام صح، وحاولوا تدوروا على مصدر المعلومة دي. اكتبوا المعلومة كده وشوفوا جوجل هيقول لكم ايه مثلا. يعني انا او غيري طبعا، بس انا بدأت بأنا نفسي، علشان دي حاجة لا تضايق ولا تقلل من قيمتي او من علمي او من كذا. ليه بقى؟ لان في اللي بيتكلم عن علم وفي اللي ما بيتكلمش عن علم. دي نقطة. النقطة التانية، ما ينفعش ناخد أي كلام بنسمعه أمر مسلم بيه، ولو ما فهمناهوش نحاول نفهمه أكتر. يعني لو في نقطة لفتت نظركم وحسيتوا إنه أنا ممكن أعملها، لازم تفهموها أكتر وتسمعوا فيها أكتر وأكتر. سواء مثلا ابعتوا لي والله أنت قلتي النقطة الفلانية، قصدك إيه بيها؟ اشرحي لنا أكتر، اعملوا فيديو مفسر، أو أبعت لسيادتك أو أبعت لسيادتك. أنا ما عنديش أي مانع، لكن المهم لما تعملوا الحاجة تعملوها صح. ليه بقول الكلام ده؟ لأن فوجئت وأنا بتكلم مع إحدى متابعيني، فحصل عندها مشكلة كبيرة ومنهارة وبقى لها كذا يوم يعني بتعيط وكده وبتكلمني. فبقول لها ما ينفعش تقعدي تعيطي يومين ثلاثة، ولسه هكمل كلامي. فلقيتها بتقول لي لا، انت قلت قبل كده ان احنا لازم نعبر عن حزننا ولازم ندي فرصة للحزن، ويعني نعترف ان احنا زعلانين وما نجيش على نفسنا ونداريه. قالت لي كلام حلو قوي. انا قلت وغيري قاله، لكن هي الفكرة في النسبة. يعني هو انا علشان اعبر عن حزني يبقى الطبيعي ان انا اقعد ليل نهار اعيط او ليل نهار حزينة؟ لا، مش هو ده اللي انا كنت اقصده اكيد، وانا اسفه ان انا وصلته لكم بالطريقه دي. انا اللي اقصده ان احنا ما نكبتش المشاعر بتاعتنا، ولكن نتعامل معاها بتوازن. بتوازن بمعنى ان انا هعيط مثلا شويه لاني مش قادره، لان الوجع كبير، هعيط نص ساعه، هعيط ساعه، او هحزن شويه، لكن هقوم احول الحزن ده لحاجه تانية. يعني اخد بالي ان انا اقوم اعمل حاجه، اشتغل في حاجه، اتمشى، اتوضى واصلي، اقرا شويه قران، العب لعبه، اكلم حد من اصدقائي. ده وغيره هيخليني شويه انسى الحزن. لكن مفيش ده، يعني مفيش مانع ان انا في وسط نسيان الحزن ده ومحاولتي ان انا اتعامل في حياتي طبيعي، ان انا في وقت من الاوقات ما اقدرش فاقعد متضايقه نص ساعه ساعه، لكن اقوم تاني واكمل. هو ده اللي انا اقصده، هو ده اللي خلاني اقول لكم لا، خلي بالكم الكلمه اللي تسمعوها وتحاولوا تنفذوها على نفسكم. اتأكدوا ان انتوا فاهمينها صح، ان هي واصله لكم صح. علشان فعلا دي مش اول مرة اسمع يعني كلمة اللي هو ايه، لا مش هو ده اللي احنا كنا نقصده بالظبط. يمكن لان الفيديو بيبقى قصير قوي، عايزين نوصل معلومة معينة في وقت قليل. اكيد مش زي ما انا اكون بدي كورس او بدي محاضرة، الشرح بيبقى مفصل اكتر والناس بتسأل، فالمعلومة بتوصل بشكل دقيق اكتر. يمكن ده اللي بيخلي المعلومة الى حد ما تبقاش واضحة. فارجوكم لما تحسوا ان المعلومة مش واضحة قوي، اسألوا ودوروا وابحثوا. احنا بس كل اللي بنعمله ان بفتح باب تدخل منه، بفتح باب او تخلي بالك، بلفت نظرك لملاحظة معينة، فانت بدورك تدور عليها اكتر واكتر، وانت بدورك تاخدي بالك منها. وربنا يتقبل مني ومنك يا رب، وان شاء الله يعني تبقى حياتنا احسن وناخد بالنا من كل حاجة احنا بنسمعها.